أسعد الله أوقاتكم أصدقائي. قبل الدخول في تفاصيل الفيديو، أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. منتخبنا الشباب يمتع ويبدع ويهزم وحدة صنعاء بثلاثية في مباراة ودية. قدم الأحمر الشاب فواصل كروية ممتعة، وتمكن من الفوز على وحدة صنعاء ب3 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس الخميس على ملعب الشهيب الظرافي، وجاءت في إطار تحضيرات المنتخب قبل المشاركة في البطولة الخليجية الأولى لكرة القدم بالسعودية نهاية أغسطس الجاري. وأظهر لاعبي منتخبنا الوطني للشباب جهوزيته للبطولة الخليجية من خلال تقديم واحدة من أفضل وأمتع المباريات التجريبية التي خاضها الفريق في معسكره في صنعاء أمام مرء وأنظار جمهور كبير كان حاضرا وشاهدا على الأداء والمتعة التي قدمها نجوم الفريق على المستطيل الأخضر. بداية الشوط الأول لم تشهد الإثارة المنتظرة، وظهر الحذر على مجريات الأحداث، إلا أن سرعان ما ظهرت الأفضلية من جانب منتخبنا الذي فرض سيطرته على المباراة وصنع خطورة واضحة على مرمى وحدة صنعاء. ومن إحداها اقتنص زيد الجراش كرة من بين المدافعين وضعها في الشباك مسجلا أول الأهداف، ولم تمضي سوى دقائق حتى عاد عبد الرحمن الخضر ووضع بصمته في الشباك معلنا عن ثاني الأهداف. لم يتغير حال المباراة، وظلت الأفضلية لمنتخبنا في الشوط الثاني، وشهدت الدقائق تألق واضح لرفاق عادل عباس الذين قدموا متعة كروية كافية ووافية في هذه الفترة. لينطلق المميز عادل عباس مراوغا خط دفاع الوحدة ليضع كرة مقشرة للبرواني الذي وضعها في الشباك مسجلا ثالث الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا ب3 أهداف دون مقابل.